بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله هنتكلم على مين اللي مرخص لهم طبيا إنهم يفطروا في رمضان. طيب، بعض الأمراض المزمنة اللي هو زي روماتويد، الذئبة الحمراء، السيولة، أمراض زي وراثية زي الهيموفيليا والكلام ده، وبعض الأمراض التانية المكتسبة زي مشاكل الكبد الشديدة. برضو بعض الأمراض زي الحمى الروماتيزمية الشديدة، الأمراض المناعية. دي على حسب متابعة الدكتور وعلى حسب نوعية العلاج. مرضى السرطان، مرضى الإيدز، مرضى الكورونا، يعني كل دول على حسب درجة المرض اللي مع الدكتور المتابع ونوعية العلاج اللي ماشيين عليه. الحامل اللي هي في أول 3 شهور، بعض العلماء قالوا إنها حرام إنها تصوم، وبعض الآخر قال إن استطاعت، يعني في أول 3 شهور بالذات يفضل إنها ما تصومش. البقية هي عندها رخصة، الحامل واللي بترضع في أول 6 شهور عندها رخصة إنها تفطر رمضان كله وتعوض وتقضي بعد كده. لكن المرض اللي لا يرجى شفاؤه اللي هي الأمراض المزمنة اللي قلنا عليها، أو مرض السكر، على حسب برضه درجة السكر يعني متنظم ولا مش متنظم، والعلاج بنوعية العلاج نفسه اللي المريض بياخده. برضه الدكتور هو اللي يقدر يقول يفطر ولا لأ، على حسب. لكن الأمراض المزمنة كلها والأمراض التي لا يرجى شفائها يفضل إنك ما تقضيش حتى تطلع فلوس على كل يوم، أقل حاجة 15 جنيه زي ما قالوا علماء الأزهر. إنما الحامل أو اللي بترضع دول ليهم إنهم يقضوا الأيام بعد رمضان، خاصة في أول 3 شهور في الحمل أو أول 6 شهور في الرضاعة، إنهم بيضروا العيل في الفترة دي بقلة السوائل والأكل والمية. طيب، برضو من الأمراض زي ما قلنا الكورونا، قلة المية بتساعد على المرض. فأي مريض كورونا لازم طول فترة العلاج بتاعته لغاية ما يبقى سلبي مسحة أو الإشاعة بتاعته، لو كان عامل إشاعة على الصدر تبقى سلبية. برضو مرضى الكلى اللي هم اللي عندهم أملاح وصديد والنقرة، دول بيزيد جدا مرضى الكلى نسبة آلامهم، ولما يكونوا حصاوي أو رمل بيزيد جدا في رمضان وفي الشتاء بسبب قلة شرب المية. وبالتالي اما يكون في صديد واملاح شداد او رمل وحصاوي جامده، بيفضل يفطر فتره معينه ويقضي بعد رمضان. بالنسبه لبعض المهن بقى اللي بتتطلب ان تقعد فتره طويله في الشمس، زي جنود الشرطه والجيش، بعض العلماء اباحوا ليهم الافطار في رمضان والقضاء بعد رمضان. يبقى احنا قلنا الامراض المزمنة التي لا يرجى شفائها، امراض الكلى، امراض او المرض زي الكورونا، بعض فترات الحمل او الرضاعة، خاصة في اول 3 شهور وفي الحمل واول 6 شهور في الرضاعة. كل سنة وانتم طيبين، واتمنى للجميع صحة جيدة وصوم مقبولا وان شاء الله دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.